السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي الحلوين، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال، وربنا يعود علينا الأيام جميعا وإحنا كده كلنا مبسوطين وفرحانين، وكل حاجة نفسنا فيها ربنا حققها لنا. ربنا يرحمنا ويغفر لنا، وكمان ربنا يعتقنا كده من النار جميعا، آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بيكم، وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وبعتذر جدا 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 عن غيابي عنكم. انا يعني في ظروف الحمد لله والشكر لله على كل حال، بس كل ما يسمح فيديو ان انا اطلع اعمله لكم وانزله لكم والله بعمل كده. انا عارفه ان كل التجهيزات دي احنا متاخرين فيها جدا، وانا شخصيا اتاخرت فيها، بس انا هنا بعمل الحاجات. يعني هديكم النهارده في الفيديو مقتطفات عن الحاجات اللي انا عملتها، تجهيزات لشهر رمضان، لعل وعسى حد ياخد منها فكره نلحق ننفذها النهارده ان شاء الله او بكره باذن الله. تجهيزات كده ليله السحور. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه وكل ام طيبه بمناسبه عيد الام طبعا، وكل ايام وجود امهاتنا في حياتنا هي عيد. عايزاكم كده تدعوا لامي بالرحمه، ربنا يرحمها يا رب ويوسع قبرها ويجعلها في الجنه ونعيمها يا رب. طيب، اول حاجه النهارده بقى هبتدي بيها معاكم وهي تفريزات الفراخ اللي انا جبتها لشهر رمضان يا بنات. انا جبت كام فرخه لشهر رمضان؟ انا جبت 7 فرخات. انا الصراحه كنت مربياهم طبعا زي ما انتم عارفين، فذبحتهم كانوا 7 فرخات. في منهم طبعا هم كانوا 10، في 2 طلعوا لله، وواحدة أكلناها أنا وولادي، والسبعة دول زي ما انتم شايفين كده خليناهم إن شاء الله. طيب، عملت فيهم إيه؟ قطعت منهم فرختين إرباع، يعني نصين زي ما انتم شفتوا كده، وكل نص منهم حطيته في طبق، وده هعمله أنا وولادي، وهيبقى معانا الموضوع إن شاء الله زي الفل، مع شوية بقى جلاش مع الأكلات الجانبية اللي بنعملها. الدنيا هتمشي معانا. أخدت الدبابيس بتاع مثلا بتاعت 4 فرخات أو 3 فرخات وحطيتهم في طبق، وكمان الصدور الفراخ يا بنات، كل صدر من الفراخ كده انا حطيته في طبق، وفي منهم مثلا صدرين مع بعض على حسب الاكله اللي انا هعملها. اخدت الاجنحه وسبت فيها شويه كده من الصدور، برضو قلت ابقى اعملها صينيه بطاطس او نعملها ويدجز اي حاجه. وكمان اخدت كده في فراخ قطعتها على 8، وكل 4 أو 5 قطع حطيتهم في طبق. المهم يعني ان انا حاولت على قدر الامكان يا بنات ان الاكل ده او الموضوع ده كده عمل لي 14 طبق، يعني نص شهر رمضان انا عندي فراخ. طبعا حضرتك على حسب عدد افراد اسرتك ممكن يبقى 10 ايام بس، ممكن براحتك. انا يا بنات بالنسبه لي 7 فراخ حلوين قوي. ده طبعا ما فيهوش عزايم، يعني دول كده انا ليا انا وولادي في الوقت الحالي، انا وولادي بس. لو عملت عزومه ان شاء الله برضو هبقى اقول لكم ايه الحاجات اللي هنعمل فيها، ايه الحاجات اللي احنا هنجيبها. المهم ما شاء الله كل طبق فيه كميه حلوه قوي، والفراخ ما شاء الله يا بنات حجمها كبير، فكل نص فرخه انتوا شايفينه ده هياكلني انا وولادي. احنا كده 5 افراد زي الفل علينا، والحمد لله والشكر لله. وادي كده طبق الهياكل ده. انا بحب اصلا الاجنحه دي جدا، وبحب صينيه البطاطس اللي بتبقى محرمشه كده دي، وتلاقوها متحروقه شويه وطعمها بيبقى زي العسل. كمان عملت طبقين من الكبد والقوانص، ودول طبعا بنعملهم صينيه جلاش، بيبقوا تحفه جدا وبيقضوا معانا جدا. بالنسبه ل4 5 اطباق البانيه اللي انا عاملاهم دول، مره هنعمل مثلا منهم صينيه مكرونه نجريسكو، مره هنعمل بانيه، مره ستريبس، مره مثلا ناجتس، على حسب. جبت بقى كمان ايه تاني يا بنات؟ جبت بطه. البطه دي كانت عامله 280 جنيه، دي بطه نتايه مش دكر، بس حلوه قوي برضو. جبتها ونضفتها كده. وجبت كمان فرخه بلدي كانت عامله 260 جنيه. وجبت 3 حمامات. ال3 حمامات دول يا بنات الواحده منه يعني الجوز ب120 جنيه. فانا ما لقيتش مع الراجل غير 3، وقال لي ان شاء الله الاسبوع الجاي على يوم الخميس هيجيب تاني. فقلت خلاص هبقى اجيب الاتنين اللي ناقصين، يبقوا كده 5 حمامات. وبرده كده حلو قوي، عندي يوم بطه ويوم فرخه بلدي ويوم حمام مع 14 اكله فراخ. ادي كده هنقول حوالي 18 مثلا اكله، حلوين جدا جدا، مع مرتين بقى لحمه مفرومه مع كده. ان شاء الله باذن الله رمضان هيعدي. رمضان شهر خير يا بنات، ما تشيلوش همه ابدا. الرزق ده بتاع ربنا، ربنا اللي بيرزقنا. يعني ما تقلقوش ابدا، ما تحسوش ان ربنا هينسانا، والله بالعكس، ربنا ان شاء الله باذن الله هيوسع علينا ويرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. بس احنا نقول يا رب، واصحاب الميزانيه اليوميه ما يشيلوش هم خالص. ان شاء الله باذن الله هتلاقي الدنيا برضو ماشيه معاكي، لما تجيبي مره ربع بانيه، لما تجيبي لك مثلا فرخه وتقسميها على مرتين. مش شرط ناكل كميات كبيره من اللحوم، ممكن ناكل كميه صغيره، ولكن يبقى فيه كل يوم حاجه عندنا. جبت كمان خضار يا بنات، جبت بطاطس. ال2 كيلو بطاطس ب20 جنيه. برضو البطاطس من الحاجات الحلوة قوي اللي ما بنستغناش عنها. جبت كمان بسلة، والشوية دول كانوا كده عاملين 20 جنيه. ممكن كنت منزلاه معاكم في فيديو قبل كده ان البسلة يا بنات لو هي لونها بني من بره، اهم حاجة تفتحيها وتلاقيها خضرة من جوه. جبت كمان كيلو ونص من البرتقال ب15 جنيه، وكيلو البرتقال كان عامل 10 جنيه. جبت 2 كيلو ونص من الطماطم، كانوا عاملين 20 جنيه، كيلو الطماطم ب8 جنيه.
جبت كمان يا بنات خيار الكيلو ب15، برضو جبت كيلو. جبت ب10 جنيه من الفلفل الرومي، لان الفلفل الرومي دلوقتي الكيلو منه ب30 جنيه. انا مش عارفه الصراحه، الفلفل والليمون سعرهم ضارب في السماء، يعني الليمون كمان يا بنات دلوقتي سعره 40 و50 جنيه. بس انا الحمد لله عندي مفرزه في الفريزر، فما عنديش مشكله خالص، ومش هحتاج ان انا ان شاء الله اجيب من بره. جبت كمان يا بنات الكابوتشي الاتنين ب10، فانا جبت كده منهم 4 ب20 جنيه. بالفهم كده بورق استريتش وبيبقوا حلوين جدا. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه، ان الخضروات مهمه جدا جدا في السحور. الحاجات اللي بتبقى فيها ميه زي الفاكهه زي الخيار، كمان الموز، الحاجات دي كلها من الحاجات الحلوه قوي قوي في السحور. بتخليكي ما تعطشيش وبتديكي فيتامينات حلوه قوي قوي، وبالذات لاطفالنا الحلوين اللي هيصوموا ان شاء الله معانا باذن الله شهر رمضان. بكره تجهيز الليله تحت السحور ان شاء الله. هعمل لكم الزبادي، كان نفسي اعملها في فيديو النهارده بس ما لحقتش، فهعملها النهارده وفيديو بكره ان شاء الله باذن الله هتنزل لكم، مع زينه البيت بقى اللي احنا هنكون عملناها، وشكل البيت كده لاستقبال ليله رمضان. هحاول انزلها لكم بدري علشان اللي حابب يلحق يعمل. فان شاء الله باذن الله يعني ممكن بفيديو بكره يبقى على الساعه 1 او الساعه 2. برضو قولوا لي رايكم، وهعمل لكم استطلاع رأي على المنتدى علشان طبعا اللي حابب. ما تنسوش تحطوا لي لايك طبعا، وبشكر كل حبايبي اللي بيسالوا عليا وبيدعوا لي دعوه حلوه من قلبهم. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. وبالله عليكم ما تبطلوش دعاء عليا، ادعوا لي على قد ما تقدروا ان ربنا يصلح حالي الايام الجايه، ان اكون افضل واكون احسن واقدر على المسؤوليه اللي انا شايلاها لوحدي. الحمد لله على كل حال. المهم، انا هنا كنت جبت المسحوق بتاعي. انتوا عارفين يا بنات ان انا بجيب مسحوق باهي، جبت منه كيس. الكيس ده كان عامل 55 جنيه، وجبت كيلو ونص عاملين 30 جنيه. كيلو ونص ب30 جنيه من المسحوق السايب، وده ب55 يعني 85 جنيه. عملت خلطة حلوة قوي. المسحوق باهي ده ريحته جميلة، ما بيحتاجش خالص ان انت تحطي دوني. مسحوق فل كمان اللي انا بشتريه السايب ده ريحته حلوة قوي. فالاتنين لما بحطهم على بعض بيدوني ريحة حلوة، والحمد لله بيكملوا معايا الشهر. كنا الاول بنجيبهم سعرهم اقل من كده، دلوقتي سعرهم غلا، بس برضو الحمد لله. من التجهيزات كمان اللي عملتها لشهر رمضان، وهي ان انا غيرت الاستيكر، وكنت قايله لكم ان انا طبعا هعمل تجديدات في المطبخ. بعتذر بقى ان انا ما شاركتكوش وقتها يعني. المهم يا بنات، انا شلت الاستيكر اللي هو لونه اصفر، وانا اصلا المطبخ بتاعي لونه فوشيا، وجبت كمان استيكر جديد. طب بالنسبه للاستيكر يا دودي اللي انت بتجيبيه وبيطلع معاكي بسهوله وما بيسيبش علامات فيه، سواء في الرخامه او كمان على المطبخ، وهو الاستيكر الالماني يا بنات، او الاستيكر العربيات. اي حد بتاع عربيات من اللي هم بيزوقوا التكاتك والعربيات والحاجات دي، قولي له عايزه ستيكر. في منه خامات كتيره جدا، في الخامات الرخيصه وفي الخامات الغاليه. انا بجيب الوسط، ما بحبش اجيب الرخيص عشان الرخيص بيبقى خفيف فيتقطع معايا، وما بحبش اجيب الغالي قوي علشان بيبقى برضو يعني تقيل قوي عشان بيبقى غالي قوي. انا بجيب الوسط. المتر من ده جبته بكام؟ جبت المتر ب50 جنيه. جبت لون فضي علشان احطه على الحتت اللي هي الفوشيا مع الاسود دي، وجبت كمان لون اسود علشان نعمل الرخامه جالاكسي، على حسب بقى الرخامة بتاعتك. اللهم بارك. أنا عايزة أقول لكم شكل المطبخ اتغير تماما. طبعًا نضّفنا المطبخ من جوّه، ودي التنضيفات العميقة بقى بتاعة كل سنة. إحنا كده، كده إيدينا في البيت على طول، بس في تنضيفات كده معيّنة بتبقى ما بتتعملش غير في دخلة رمضان، دخلة عيد، دخلة مدارس. فالحمد لله والشكر لله، أنا برضه قُلت إن أنا أتنشّط كده معاكم وابتدي إن أنا أعملها. وطبعًا غسلت السجاد، كنسنا البيت وسيّقنا ومسحنا الشبابيك ونضّفنا الدنيا كلّها، وغسلنا الستاير، برغم إن هُم بيحذّروا إنه في الأيام الجاية هتبقى نوّة كده في شهر رمضان، بس إحنا قُلنا مش مشكلة. ولسه كمان الريحة الخمسين والحاجات دي كلها. بس برضه إحنا ستات بيوت شاطرين ونقدر نعمل كل حاجة. هنا باقول لكم بقى إن أنا شِلت اللون الأصفر ومسحت مسحة كويسة، وبعد كده حطيت اللون الفضي. أنتم ممكن تشوفوا إن اللون الفضي يعني عاكس الإضاءة عشان اللون الفوشيا، وإنما هو لمّا في الtotal بتاع الشكل بعد ما حطينا الرخامة السودا وضبّطنا الدنيا، الفضي مع الأسود تحفة جدًا، وتحسّوا دايمًا إن هو منوّر المطبخ. فشايفين بُصّوا بقى اختلف إزاي، تحسّوا إن هو منوّر المطبخ اللهم بارك. طبعًا على قد ما بتقدري بتحاولي تطلّعي الفراغات الهوا. لو ما عرفتيش بتجيبي دبوس بقى كده وتقعدي تخرّمي في الفراغات بتاعة الهوا دي وتضغطي، بيروح راجع مكانه تاني وبيبقى مِيَّة، مِيَّة. عايزة أقول لكم كمان على حاجة، إن يا بنات أنا غسلت البوتاجاز غسلة حلوة من برّه ومن جوّه ومن فوق ومن تحت، مسحنا الحيطان، غسلنا الشفاطات، ضبّطنا الدنيا. من أول الحاجات اللي باحب أعملها للسحور وهو الفول. أنا هنا نقعت كيلو من الفول ليلة كاملة، بعد كده جبت مَيّة
غليتها، حطيت فيها ليمونة، حطيت فيها معلقتين من الخل، حطينا فيها معلقة من الكركم علشان يدينا لون أصفر. وبعد كده ابتدينا إن إحنا نحطهم على النار. أول ما يغلوا هوطي عليهم النار خالص واسيبهم على نار هادية. هما بياخدوا حوالي 3 ساعات، ساعتين ونص، على حسب بقى الفولة عندك شكلها عامل ازاي. الفول ده كان فول بلدي. بعد كده بيكون استوى، ولو حسيتي ان المية بتاعته اتشربت وهو محتاج مية يبقى تزودي له المية سخنة. خلاص يا بنات، كده انا عبيت الفول وحطيته في اكياس وشلته في الفريزر. الحمد لله الكيلو ده هيكفيني رمضان كله. وعايزه اقول لكم ان الطعميه او الفول من الحاجات الحلوه قوي اللي لما تعمليها في البيت هتوفر عليكي، بالذات في السحور. احنا كل يوم في السحور لازم فول، حتى لو مش ولادك بياكلوه، بس لازم تحطي طبق الفول على السحور. مره بقى نعمله بالطحينه، مره نعمله طاجن بيض، مثلا بالبيض، مره نعمله مثلا بالكمون والكزبره والحاجات الحلوه دي اللي هي الاعشاب العطريه او التوابل العطريه، بتبقى برضو طعمها حلو. يعني على حسب، وان شاء الله برضو هنعمله مع بعض. انا بس والله نفسي ارجع معاكم زي الاول اصور كل يوم، بس ظروفي او حالتي الصحيه والنفسيه مش مساعداني خالص الايام دي. وحبايبي اللي بيسالوا عليا انا عندي ايه والمشكله اللي عندي ايه، والله بصوا وقت ما الاقي ان الدنيا مناسبه ان انا احكي لكم ايه الموضوع وايه المشكله اللي عندي. انا طبعا عمري ما هبخل عليكم، انتوا حبايبي بتدعوا لي من قلبكم. بس انا بقول لكم ادعوا لي على المسؤوليه اللي انا شايلاها، ادعوا لي ان انا اقدر اكون قد المسؤوليه، اقدر اعيش حياه افضل من اللي انا كنت عايشاها ان شاء الله باذن الله. طبعا في ايام مفترجه بندعي دايما كلنا بصلاح الحال لينا ولغيرنا، علشان ربنا دايما يدينا احسن ما احنا بنتمنى لغيرنا. نيجي بقى هنا على الستيكر بتاع الرخامه يا بنات، ده ستيكر اللي هو الالماني. الستيكر الالماني ده تحفه جدا. انا بجيبه منين؟ بجيبه من العتبه. بيطلع ما بيسيبش اثر خالص في الرخامه. بلاش الستيكر الصيني اللي هو بتلاقي ظهره فضي، لان ده بيبهدل الرخامه وبيبهدل اي حاجه بيلزق عليها الصراحه. فانا ما حبيتهوش ابدا. بصوا ده ايدي ماشيه عليه ولا كأن الرخامه مغسوله. بس طبعا برضو بعد ما نشيله لازم نغسل الرخامه غسله كويسه ونبتدي نشفها لو كنا هنحط عليها ستيكر مره ثانيه. انا هنا طبعا جبت الابيض وجبت معاكم الزلط وجبت معاكم البني وجبت معاكم الوان واشكال للرخامه. الرخامه بتاعتي لونها الرصاصي اللي هو الجرانيت اللي انتوا شايفينه ده. مش وحش خالص بس انا مش بحبه. يعني هو حلو بس انا ما بحبوش. فعلشان كده انا بغطيه زي ما انتوا بتشوفوا معايا. بحس كمان ان هو في التصوير ما بيبقاش مبين الحاجه اللي محطوط عليه قوي. بالنسبه بقى للستيكر يا بنات الاحمر ده، انا حسيت ان هو جو رمضاني قوي فما حبيتش ان انا اشيله. بس انتوا قولوا لي برضو رايكم، حابين ان احنا نشيله يعني اشيله ولا اخليه؟ انا شايفه ان هو ماشي قوي مع اللون الاسود دلوقتي زي ما هتشوفوا. فقلت خلاص مش مشكله اخليه، ولما ابقى ازهق كده ابقى اشيله. بس برضو رأيكم يهمني، يعني اكتبوا لي رأيكم كده في الكومنتات وانا هستنى رأيكم. وما تنسوش طبعا تحطوا لايك وتعملوا شير كتير لاصحابكم كده علشان القناة تكبر بيكم تاني. انا عارفة ان انا قصرت شهرين او 3 شهور دلوقتي، يمكن مش منتظمين في الفيديوهات. بس ان شاء الله بإذن الله نرجع اقوى واحلى من الاول. طبعا انا عايزه اقول لكم هتلاقوا في حاجات كتير على الرخامه كانت موجوده عندي ما بقتش موجوده دلوقتي. برضو الحمد لله والشكر لله. والله بصوا الكلام معاكم ما بيخلص، بحب اتكلم معاكم قوي. انا عارفه ان الفيديو اتاخر، وعارفه ان فيديوهات تجهيزات يميش رمضان يا بنات ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاع المشتريات بكره. هحاول كمان اخلي فيه التجهيزات، يعني هحاول اخلي فيه ان احنا ازاي نعمل عصاير ونشيلها وتبقى جاهزه، ازاي نقلل في كميه السكر اللي احنا بنستخدمها. هنحاول على قد ما نقدر والدنيا هتمشي معانا. السكر ابو 27 جنيه موجود في منافذ الجمعيات يا بنات، اللي هي في منافذ اهل رمضان، وفي الجمعيات اللي هي بتاعه التموين اللي هي الجمعيات الاستهلاكيه. السكر ابو 27 جنيه، لو جبت لي كيسين كل اسبوع حلوين قوي قوي بتمن كيسه واحده. هتجيبي لي الكيسين كل اسبوع ونحاول على قد ما نقدر نعمل منه الحلويات ونعمل منه العصير. ومحدش يقول لي يا دودي كيسين في رمضان في الاسبوع كتير، لا مش كتير، ده بالعكس ده قليل. انا عن نفسي واحده من الناس كنت السنه اللي فاتت ممكن استخدم 3 كيلو و4 كيلو في الاسبوع الواحد. الاسبوع ده على قد ما اقدر او الشهر ده على قد ما اقدر انا قلت هحاول اخليهم هم كيسين في الاسبوع، بالحلويات بالعصاير بالكلام ده كله. هنا بقى انا خلاص خلصت الرخامه كده زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، شكلها عاجبني قوي مع اللون الفضي كمان اللي احنا عاملينه. يعني شكلها تحفه. عملت فوق وعملت تحت. كان عندي قشطه في الفريزر مجمعاها طلعتها حطيتها على النار كده جنبي تبتدي ان هي تسلي كده وتعمل سمنه علشان برضو نحضرها لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ما عملتليش كميه كبيره، عملت حوالي 300 جرام او يعني 300 جرام من السمنه. حطيت عليهم كوبايه من الزيت وكده بقى عندي سمنه الطبيخ. يعني دي كده للطبيخ، انا مش هعمل
بيها حلويات. سمنه الحلويات هبقى احضرها معاكم برضو، وانما دي سمنه كده للطبيخ يا بنات. اتمنى كده يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حتى لو معلومه بسيطه. بحبكم جدا وبشكركم جدا على وجودكم في حياتي. طبعا بدأنا في الزينه، بس بكره بقى هنزل لكم الشكل النهائي بتاع البيت بعد الفرش، بعد ما خلصنا زينه رمضان. ربنا يجعل ايامكم كلها فرح وسعاده وهنا وخير وبركه ويمن، وتفضلوا دايما متجمعين انتوا وحبايبكم، وما يحرمكوش ابدا ابدا من اي حد غالي عليكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك حلو وتكتبوا لي كومنت حلو. وبشكركم جدا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، واستنوني في فيديو بكره ان شاء الله. مع السلامه.